اهلا بيكم في يوميات منى حمدي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هنعمل مع بعض ديت فراخ رومي. انا هسلقها عادي زي الفراخ ديت يا ولاد من خيرات بلدنا. هنحط بقى الفرخة ونحط الكراكيب بتاعتها واحط لها بقى فلفل اسود. انا بحب احطها الاول زي تاخد صدمة كده. طبعا بسخن الحلة كويس قوي وبعدين احط الفراخ وبعدين احط البصل والطماطم وورقة اللورة والحبهان واسيبها بقى تتشوح شوية كده، واقلب الطماطم والبصل والحاجة فيها واسيبها بقى شوية. وبعد كده بزودها مية واحط لها الملح واسيبها بقى تستوي على راحتها، بغطيها واسيبها بقى تستوي. بعد كده هنعمل الرز. انا هقولكوا على طريقة رز تعملوها على البوتاجاز بحلوة جدا. هو انا اصلا بعمل الرز كده على طول. انا معرفش اعمل الرز بمية، لازم احط له حتى لو ما عنديش لبن ممكن تحط لبن بودرة، اي لبن يعني عارفة لو كوباية صغيرة. حطيت انا بقى الحلة لازم برضو اسخنها كويس وحطيت لها معلقة سمنة كده حلوة. وبعدين بغسل بقى الرز كويس وبعدين احط الرز. يوه شوف التليفون قلم اهو. تعالى يا حاج كده، تعالى ناحيتي. بس انا حطيت الرز شوف برضو. وبعدين احط الملح. تعالى يا حاج، لا اله الا الله، اهو الارسال رجع تاني اهو. بس كده دي انا حطيت الرز واحط بقى الملح. وزي ما قلت لكم انا بقى لازم احط له لبن، حتى لو شوية لبن صغيرين بتفرق جدا والله في طعم الرز. حطيت انا بقى اللبن اهو واكمله بقى بالمية عادي. طبعا خلاص انا عرفت معيار الرز بقى من يعني من كتر ما عملته. وهنا بعد بقى ما حمرت الفراخ وفي الاخر الاكل بالشكل ده. ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك لو عجبكم الفيديو.